السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكل المبدعات اللي بيشرفوني يتفرجوا على الفيديو. أنا تغريد سيد، ودي صفحة وقناة كروشيه توضة والمبدعات. أتمنى تقولي لي بتشاهديني من أي بلد، وكمان إن شاء الله لو حابة تنفذي معانا الآيس كاب بتاع النهاردة تقولي لي هتحبي تشتغليه بلون إيه. النهاردة هنشتغل آيس كاب سهل خالص وبسيط بأمر الله، تقدري تنفذيه بأي لون انت حباه. كمان ممكن لو بواقي خيط موجودة عندك تنفذيه بكل سهولة. اللون الاساسي تقريبا بياخد شله او شله الا ربع، وممكن نص شله لو هتعملي مقاس اصغر. انا عاملاه تقريبا مقاس من 2 ل3 سنين، ممكن كمان لو بنوته صغننه شويه يلبس ل4 سنين. واستخدمت في اللون الاساسي تقريبا نص شله هيمالايا افريداي، واللون القلوب ده بواقي خيط حاجه بسيطه خالص، وكرة فرو. ممكن كمان كل سطر تبدأي تعمليه بلون مختلف، يعني مثلا ممكن هنا لون احمر، هنا لون بينك، هنا لون اصفر، اي بقى الوان انت حباها لو مش حابه تعمليه لون واحد. تمام. ممكن كمان تستخدمي خيوط جنجاه، لو انت عندك بواقي خيوط جنجاه تستخدميها في القلوب هتبقى رائعه، يبقى شكلها حلو قوي. هنبتدي ان شاء الله نشتغل مع بعض واشرح لك ازاي تنفذيه لاي مقاس. لو في اي سؤال حابه تساليه سيبهولي تحت في التعليقات، وقولي لي تاني انت لو حابه تنفذيه هتنفذيه بلون ايه. نسمي الله ونبدا نشتغل ونشوف هنشتغل ازاي، ويلا على الفيديو على طول. اول حاجه انا هنا معايا خيوط هيمالايا افريداي و اوليفيا سمارت ستار. انت تقدري تستخدمي اي نوع خيط متوفر عندك، اي خيوط متوفره عندك، واي سمك كمان. الغرزه حلوه قوي، يعني في تقريبا في معظم انواع الخيوط هتطلع حلوه جدا. فاي نوعين خيط السمك بتاعهم متقارب من بعض ممكن تستخدميه. وممكن كمان لو السمك مختلف، يعني لو هنا هيمالايا افريداي وهنا مثلا خيط اسمك منه شويه كمان ممكن تستخدميه عادي. تمام. هنبدأ نسمي الله ونبدأ على طول. انا معايا هنا ابرتين، هستخدم للبداية لجزء البليسيه هستخدم ابرة اصغر درجة من الابرة اللي هكمل بيها الشغل. فانت على حسب بقى تشتغلي بخيط ايه. هستخدم للبداية ابرة 2 وبقية الشغل ابرة 3. خلاص. هنسمي الله ونبدأ على طول. هبدأ كده، هعمل عقدة بداية وهبدأ أشتغل 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هتخطى أول سلسلة كارتفاع، هاخد لفة على الإبرة واروح للسلسلة رقم 2. هبدأ أشتغل غرز نص عمود. السطر ده بالكامل غرز نص عمود، هشتغل 10 غرز نص عمود. تمام. ده خيط البداية باخده معايا كده تحت الشغل وانا شغالة عشان انضف شغلي اول باول. اشتغلت بالشكل ده كده 10 غرز نص عمود. بصي بقى الخيط الزيادة عندك ده اللي هو انتي ثبتيه خلاص، هرتفع سلسلة والف الشغل وابدأ اشتغل اول غرزة نص عمود عادي. بعد كده 8 غرز عمود في الحلقة، نص عمود في الحلقة الخلفية. بشتغل كده، عندي حلقة امامية وحلقة خلفية، بروح للحلقة الخلفية ورا واشتغل فيها نص عمود. كل غرزة هتقابلني اشتغل عليها غرزة واحدة بس نص عمود من ال8 غرز. هي اول واخر غرزة بس في السطر، الغرزة الاولى والغرزة رقم 10 هما اللي بشتغلهم نص عمود عادي. الغرز اللي في النص بشتغل نص عمود في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده. هرتفع سلسلة وابدأ اكرر تاني. اول غرزة نص عمود، بعد كده نص عمود في الحلقة الخلفية، 8 غرز نص عمود في الحلقة الخلفية. بس كده هفضل اكرر بقى السطر ده لحد اما اوصل لمحيط دوران الراس للشخص اللي هعمل له الايس كيب. هفضل اشتغل كده لحد اما اوصل لمحيط دوران الراس. معظم جدول المقاسات اللي موجودة عندك نقصي منها سنتي او 2 سنتي، عشان انا بشتغل من جدول مقاسات ان شاء الله هحاول اسيبه لكم في اخر الفيديو.
او في التعليقات تحت. بتشتغلي نقصي سنتي من محيط دوران الراس او 2 سنتي، عشان بيجي في الاخر بتلاقي الايس كاب واسع منك شوية، وبرده مع اللبس بيوسع اكتر. تمام، هشتغل كده لحد ما اوصل لمحيط دوران الراس وارجع. اشتغلت بالشكل ده كده لحد ما وصلت لمحيط دوران الراس، وانا هعمل ايس كاب لطفلة عمر سنتين، سنتين ونص، فمحتاجة محيط دوران الراس المفروض 43 سنتي، هنقص منه 2 سنتي تقريبا. فعندي هنا المقاس 41 سنتي، عندي هنا المقاس 41 سنتي. تمام، بالشكل ده كده هرتفع سلسلة وهضم اول سطر على اخر سطر بالشكل ده، وهبدأ عندي هنا الحلقة الأمامية للجزء اللي أنا شغالة فيه مع الحلقة السطر الأول، سلسلة البداية كده، وأعمل منزلقة بالشكل ده كده، أدخل وأشتغل منزلقة 10 منزلقة. تمام كده. خلصت كده، هرتفع سلسلة وهعمل الشغل بالشكل ده كده، هتنيه بالشغل بالشكل ده كده. تمام، وهلف الشغل وهبدأ أشتغل سطر حشو على الجزء ده، على السطر ده. هبدأ كده كل غرزة أو كل سطر هيقابلني من سطر ونص عمود أشتغل عليه غرز حشو، وأنا هنا عاوزة مضاعفات رقم 8 من غرز الحشو. هشتغل كده 1 2 3 4 5 6 7 8. اشتغلي كده من مضاعفات 8 من غرز الحشو. لو لقيتي في اخر السطر ناقصلك مثلا غرزة 2 3 زوديهم، عشان عاوزين مضاعفات رقم 8. تمام، عشان يبقى الشغل ان شاء الله معانا مظبوط. هرجع اعد تاني 1 2 3 4 5 6 7 8. هفضل اكرر كده وبعدين ارجع لكم. خلصت بالشكل ده كده سطر الحشو، وانا نسيت اقول لكم ان انا اشتغلت بس بالابره الاكبر اللي انا هكمل بيها الشغل بتاعي. هبدا بقى اجيب علامه عشان انا هشتغل على طول من غير ما اقفل السطر. تمام، هاخد لفه وادخل في اول غرزه اشتغل عمود بلفه، وهعلم اول غرزه، الغرزه رقم 2 برضو عمود بلفه، 3 عمود بلفه، 4. العمود رقم 5 بقى هشتغله ازاي؟ هشتغل كده عمود، هطلع من اول حلقتين واسيب حلقتين على الابرة. تمام، وهجيب اللون الخيط بتاعي الجديد اللي انا هعمل بيه القلوب. هعمل عقدة بداية كده بالشكل ده، واسحب اخلص غرزة العمود باللون ده كده. تمام، خدي الخيوط معاكي تحت الشغل، خدي لفة من الخيط، تخطي غرزة، الغرزة رقم 2 اللي بعدها هاخد لفة وادخل اشتغل 3 مرات كده. هشتغل غرزة بف، هطلع من كل الحلقات على الابرة ما عدا اخر حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين. بعد كده هاخد لفة وادخل تاني في نفس الغرزة، اعمل كمان واحدة بف من 3 لفات. ماشي، سيبي الحلقات كلها اللي على الابرة، اطلعي من كل الحلقات اللي على الابرة ما عدا اخر حلقتين. هغير لون الخيط. تمام كده، واخد اللون التاني بالشكل ده، اقفل بيه الغرزة بتاعتي. بعد كده هاخد لفة والخيوط معاكي تحت الشغل، تخطي غرزة، ابدأي اشتغلي بعد كده 5 عمود بلفة. 1 2 3 4
5. تمام. العمود الخامس ما تكملهوش، العمود الخامس مش هكمله، هروح مبدله لون الخيط للون التاني بالشكل ده كده. بعد كده هاخد لفة من الخيط، خدي الخيط معاكي تحت الشغل بقى اللي هو ايه اللي انت هتكملي بيه، تخطي غرزة اللي بعدها هتشتغلي فيها بف، وكمان واحدة بف بالشكل ده كده. طلعي من كل الحلقات سيبي اخر حلقتين وهنجيب لون الخيط التاني بالشكل ده. بعد كده تخطي غرزة التانية، ابدأي اشتغلي 5 عمود، 1 2 3 4. العمود الخامس هشتغل بس اطلع من اول حلقتين واسيب الحلقتين على الابرة واغير لون الخيط بالشكل ده كده. ياخد لفة واتخطى غرزة، اروح للي بعدها اشتغل بف، اخد لفة واطلع من حلقتين من كل الحلقات، اسيب حلقتين على الابرة، اخد لفة واطلع من حلقتين، اخد لفة من الخيط وادخل تاني في نفس الغرزة، اعمل كمان واحدة بف، اخد لفة واطلع من كل الحلقات ما عدا اخر حلقة. تمام. هيبقى معايا حلقتين، هسيب الخيط واخد الخيط الجديد اقفل البف دي. بعد كده اتخطى غرزة وابدأ اشتغل 5 عمود، 1 2 3 4. العمود الخامس مش هكمله واروح مغيرة لون الخيط كده، وافضل اكمل بالشكل ده كده لحد ما اخلص السطر بتاعي. خلصه وارجع لكم نشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. خلصت السطر بالشكل ده كده، ودي غرزة البف، اخر حاجة عملتها 2 بف في نفس المكان. مفروض بتخطى غرزة واللي بعدها ببدأ اشتغل. هنا انا عندي اخر السطر فاشيل العلامة كده واشتغل هنا في اول غرزة في السطر. سيبي الخيط بقى الابيض ده كده وراكي. تمام. هشتغل نص عمود، السطر ده بالكامل هيبقى غرز نص عمود. تعالوا نشوف هنشتغل ازاي. عندي كده اول السطر 5 غرز نص عمود كده، 1 2 3 4 5. بعد كده ما بين الاتنين بف هنا كده، ما بين الاتنين بف كده ادخلي اشتغلي 3 غرز نص عمود، 1 2 3، وارجعي اشتغلي تاني 5 غرز نص عمود على كل غرزة، 1 2 3 4 5. ما بين الاتنين بف 3 غرز نص عمود، 1 2 3، واكمل تاني. ارجع اكمل السطر بقى عادي خالص، كل غرزة غرزة هتلاقيهم هم 5 غرز. ما بين البف 3 نص عمود، 1 2 3، وهكذا لحد ما اخلص السطر ده ونرجع السطر اللي جاي. وصلت لاخر السطر، واخر السطر هشتغل هنا ما بين البف 3 نص عمود، 1 2 3. تمام. مفروض هشيل العلامة واشتغل على اول غرزة كده عمود ماشي. المفروض العمود ده غير مكتمل. تمام. فانا كده هرجع افك كده خلاص، وهسحب اللون التاني عشان اكمل العمود. اتخطى غرزة اللي بعدها اشتغل غرزة بف، كمان غرزة بف كده. اسحب اللفات من على الابرة ما عدا اخر لفة، بعدين اكمل باللون التاني بالشكل ده اهو. اتخطى غرزة وبعدين اشتغل 1 2 3 4، والخامس مش هكمله. تمام.
واسحب اللون التاني واتخطى غرزة، اللي بعدها اشتغل بف بالشكل ده كده. كمان واحدة بف، اطلع من كل الحلقات اللي على الابرة ما عدا اخر حلقة، واسحب اللون التاني وارجع اتخطى غرزة، وبعدين اشتغل 5 غرز عمود. هو تكرار بقى السطر اللي فات، بس فرقت ان انا كنت في اول السطر اشتغلت البف على طول. تمام، 3 4 5 بس كده. تمام، هكمل السطر ونرجع نشوف اللي بعد كده هيكون ايه. خلصت السطر بالشكل ده كده. تمام، هبدأ بقى اكرر تاني السطر النص عمود. فسطر النص عمود كده، اول غرزة هشتغل عليها نص عمود، بعد كده ما بين البف 3 نص عمود، 1 2 3، بعدين كل غرزة اشتغل عليها نص عمود، البف اشتغل عليها ما بينهم 3 نص عمود اهو. هو تكرار السطر التاني يعني. تمام، هو يعتبر سطرين بيتكرروا، سطر اللي بشتغل فيه العمود والبف، والسطر اللي هو بالكامل نص عمود بالشكل ده كده. هكمل لاخر السطر وارجع لكم. خلصت السطر بالشكل ده كده، غرز نص عمود، هفك اول العلامة اقعدوا معايا كده تحت الغرز، احط العلامة في اول غرزة، 1 2 3 4. الغرزة رقم 5 مش هكمله بقى باللون الابيض، اللون التاني بتاعي، واتخطى غرزة، واللي بعدها اشتغل غرزة البف. غرزة البف التانية في نفس المكان مش هكملها، واسحب الخيط كده، واتخطى غرزة، وارجع اشتغل تاني 5 عمود بس كده. هما سطرين اللي بيتكرروا لحد ما توصلي بقى للطول اللي انتي محتاجاه للكاب بتاعك. اشتغلت بالشكل ده كده لحد ما وصلت لطول الكاب تقريبا اهو 17.5 تقريبا. هبدأ بقى اعمل تناقص عشان الم الكاب بتاعي شوية وبعدين اقفله. تمام، انا مش هشتغل باللون الابيض تاني، فهثبته كده تحت كام غرزة وخلاص. انا كده المفروض السطر اللي جاي ده السطر بتاع النص عمود. فهعمل ايه؟ هبدأ كده اشتغل غرزة النص عمود، احط العلامة تاني في اول غرزة، وهنا عند البف هشتغل 2 بس نص عمود، 2 نص عمود، واكمل الغرز بتاعتي عادي. كل غرزة هشتغل عليها غرزة. تمام، هثبت بس اللون الابيض وبعد كده هقصه خلاص. بعد كده هكمل الباف، اشتغل ما بينهم 2 نص عمود واكمل بقية السطر عادي. هكمل كده السطر ده بالشكل اللي قلتلك عليه، وبعد كده نرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. خلصت السطر بالشكل ده كده. السطر اللي بعده هشيل العلامة وهبدأ اشتغل 1 نص عمود، 2 نص عمود، 3 و4 اشتغلهم مع بعض. هدخل اخد لفة في الغرزة رقم 3 وادخل اخد لفة في الغرزة رقم 4 واشتغلهم مع بعض. 1 2 الغرزة رقم 3 والغرزة رقم 4 مع بعض. 1 2 الغرزة رقم 3 والغرزة رقم 4 اشتغلهم مع بعض. 1 2 وهكذا لحد اما اخلص السطر بتاعي. اشتغل بالشكل ده لحد اما اخلص السطر. خلصت السطر بالشكل ده كده. السطر اللي بعده
هبدأ اشتغل تناقص في اول غرزتين، يعني اول غرزتين هشتغلهم مع بعض، الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة، بعدين واحد اتنين مع بعض، اللي بعدها غرزة واحدة، واحد اتنين، بعدها غرزة واحدة. هكمل كده لحد ما اخلص السطر. خلصت السطر هبدأ بقى اشتغل السطر الاخير، وهيبقى كله تناقص، كل غرزتين هشتغلهم مع بعض. يبقى بعدهم حاولي تشدي ايدك شوية في السطر ده، يعني تضمي كده الخيط، ضيقي الغرز بالشكل ده كده، ولو تستخدمي ابرة اصغر ممكن هيبقى افضل لك. تمام، هكمل السطر وارجع له. خلصت السطر بالشكل ده كده، هعمل سلسلة تأمين واشد الخيط بتاعي كده فتلة طويلة شوية واقص. تمام، وهبدأ بإبرة التنظيف بتاعتي هبدأ أدخل ما بين الغرز، أبدأ أدخل ما بين الغرز كده، بالشكل ده أكنك بتدككي الخيط. كده وشدي، اقفلي الكاب بتاعك، والخيط ده بقى هتنضفيه جوه الشغل وتقصيه وتركبي الكرة الفر وتخيطيها، بس كده. هتركبها وخيطها وجوريكوا الشكل النهائي. وبكده يكون ده الشكل النهائي للكاب بتاعنا بعد ما خلص، وركبت له ثبت له الكرة الفرو. طبعا لو انت حابه تعملي كرة بونبون بالخيط الابيض او بنفس لون الكاب براحتك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله لو حابين تنفذوه تنفذوه بكل سهوله وبساطه. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.